بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب الصف الثالث الابتدائي. صفحات مستر ياسر التعليمية على اليوتيوب وصفحة مستر ياسر على الفيسبوك ترحب بكم وتقدم لكم درس جديد من دروس مادة اللغة العربية المنهج الجديد 2015. هذا الدرس الحصري غير موجود على أي مكان في الشبكة العنكبوتية، وعنوان وهو من الوحدة. الدرس الأول من الوحدة الثانية بعنوان البلبل والملك. نبدأ نقرأ الدرس. جلست بسمة أمام الحاسب وفتحت موقعا خاصا بقصص الأطفال على الإنترنت. يبقى بسمة كانت قاعدة قدام الحاسب اللي هو الكمبيوتر وفتحت على النت موقع خاص بقصص الأطفال. قالت بسمة تعالى يا باسم، ثم دعت باسم وقالت له تعالى يا باسم نقرأ معا هذه القصص. القصة الأولى، هنشوف القصة الأولى دلوقتي. جاء الليل ونام الجميع وأطفأ الحراس أنوار القصر وظل الملك مستيقظا. سألته زوجته: لماذا لم تنم يا سيدي الملك؟ قال الملك: أشعر بأرق شديد ولا أستطيع النوم. وقف الملك مع زوجته في شرفة القصر الكبير، وهناك سمع صوتا عذبا يأتي من فوق الأشجار. يبقى الملك عمل إيه؟ وقف مع زوجته في شرفة القصر الكبير، وهناك سمع صوتا جميلا وصوتا عذبا يأتي من فوق الأشجار. قال الملك: ما أروع هذا الصوت، لم أسمع أجمل منه. ما هذا الصوت؟ قالت الملكة: هذا صوت البلبل يا سيدي. قال الملك للحراس: أحضروا البلبل ليغني في مجلسي كل مساء. وفي الصباح أحضر الحراس البلبل وبنوا له قفصا من ذهب، ثم وضعوا فيه شرائع التفاح وقطع من البرتقال والكمثرى. يعني البلبل عايش عيشة 5 نجوم. دعا الملك الضيوف في كل مكان ليسمعوا صوت البلبل الجميل. اندهش الضيوف وتحير الملك، لأن البلبل لا يغني ولكنه يصدر صوتا حزينا كالبكاء. قام حكيم من المملكة وقال: هل تريدون سماع غناء البلبل؟ قال الجميع في صوت واحد: نعم. فتح الحكيم باب القفص فانطلق البلبل إلى الأشجار والنخيل يغني بأعذب الأصوات. قال الملك: ما أجمل الحرية. يبقى البلبل كان حزين وبيصدر صوت حزين كالبكاء. ليه؟ لأن هو حس ان هو حبيس، لأن الملك اتحبس في القفص، وبرغم ان القفص ده كان ايه؟ القفص ده كان من ايه؟ قفص من ذهب، وضعوا له فيه كمان شرائح التفاح وقطع من البرتقال والكمثرى، لكن الحرية أغلى من كل هذا. ولكن عندما قاموا فتح القفص غنى البلبل مرة ثانية بأعذب الأصوات. اللغويات معا معناها سويا: الأرق قلة الراحة، المشقة التعب. اندهش تعجب، حزين معناها كئيب، أطفأ أظلم، أجمل أحلى، تحير احتار وتعجب، أعزب أجمل. الكلمة مضادها: معا مفردا، الأرق الراحة، حزين سعيد ومسرور، أعزب أقبح. نحفظ الحاجات دي. أطفأ نار، أجمل أسوأ، تحير تأكد. يعني يجي بقى الكلمة وجمعها: موقع مواقع، الملك الملوك، صوت أصوات، مجلس مجالس، حكيم حكماء، القصر القصور، شرفة شرف أو شرفات، الملك الملكات، قفص أقفاص، القصص كلمة مفردة بقى، القصص مفردها القصة، الحراس مفردها الحارس، شرائح مفردها شريحة، النخيل مفردها النخلة، يبقى النخيل مفردها ايه؟ النخلة. الأطفال مفردها الطفل، أنوار مفردها نور، الضيوف مفردها الضيف. يعني يجي أسئلة مجاب عنها. أين جلست بسمة وماذا فعلت؟ جلست بسمة أمام الحاسب وفتحت موقعا خاصا بقصص الأطفال على الإنترنت. ماذا قالت بسمة لباسم؟ قالت بسمة: تعال يا باسم نقرأ معا هذه القصص. ماذا فعل الحراس عندما جاء الليل؟ أطفأ الحراس أنوار القصر. لماذا استمر الملك مستيقظا؟ لأنه يشعر بأرق شديد فلا يستطيع النوم. أين وقف الملك مع زوجته وماذا سمع؟ وقف الملك مع زوجته في شرفة القصر الكبير، وهناك سمع صوتا عذبا يأتي من فوق الأشجار. لماذا تعجب الملك من الصوت؟ بسبب جمال الصوت. لمن كان هذا الصوت؟ كان هذا الصوت لطائر البلبل. ماذا طلب الملك من الحراس ولماذا؟ طلب منهم أن يحضروا البلبل ليغني في مجلسه كل مساء.
ماذا فعل الحراس في الصباح؟ في الصباح أحضر الحراس البلبل وبنوا له قفصا من ذهب، ثم وضعوا فيه شرائح التفاح وقطع من البرتقال والكمثرى. يبقى ده كان درسنا النهارده بعنوان البلبل والملك. قدمته لكم صفحات مستر ياسر التعليمية على اليوتيوب وصفحة مستر ياسر على الفيسبوك. طبعا تحت الفيديو فيه رابطين. الرابط الأول هتلاقوه لبقية صفحات مستر ياسر، منهم صفحة الصف الثالث الابتدائي بالنسبة لمادة اللغة العربية، هتلاقوا كل الدروس اللي قبل كده، وبرده مادة الرياضيات ومادة اللغة الإنجليزية شرح مستر ياسر الشرح العملاق للغة الإنجليزية، وأيضا هتلاقوا بقية الصفوف من الأول الابتدائي لغاية الثالث الإعدادي. أيضا صفحتنا على الفيسبوك، ومستر ياسر برضو اللي بيستخدم التابلت أو عنده تليفون بنظام الأندرويد يخش على صفحة مستر ياسر على الفيسبوك ويحمل تطبيق الأندرويد الخاص بصفحات مستر ياسر حتى تتعلم في كل مكان، حتى تتعلم وأنت في وسائل المواصلات، حتى تتعلم وأنت تسير في الطريق. التعلم أصبح متعة مع مستر ياسر وصفحاته. شكرا والسلام عليكم.